حسن سمير أصغر جزمجي في مصر بيشتغل في محل أخوه في القللي 12 ساعة يوميا من 10 الصبح لغاية 10 بالليل. كاميراتنا هناك ورحنا وقابلناه ونعرف حكاية حسن في التقرير ده. حسن أو الأسطى حسن زي ما هو معروف في منطقته هو أصغر مصلح أحذية. مع الأذان بيبدأ شغله ويفتح محله والزباين بتحبه ودايما تروح له. أنا شغال وأنا عندي 10 سنين ولما طلعت من المدرسة أخويا قال لي تعالى اشتغل معايا، فأنا حبيت المهنة واشتغلت وبقيت ابص عليه واتعلم منه، وفي الاخر عرفت وبقيت اشتغل لوحدي. ساعات بيبقى جنبي مقطوع بخيطه، ساعات الزبائن بتبقى جايه عايز تسيب شغل باخدهم منه وما يجي هو اقول له عليه. الشغل اللي انا بشتغل دوت بحبه وبكسب منه. انا مبسوط وانا بشتغل وانا صغير، باخد 10 جنيه في اليوم. انا ولا 10 جنيه. عندي اخوات كتير وابويا شغال على العربيه بيودي ناس مواقع بتوع سباكه ويستناهم وبعد كده ياخدهم ويمشي. اللي في عمره دايما احلامهم لعب الكوره والخروج والصحاب، لكن هو احلامه ياكل لقمته من عرق جبينه ويكون له ورشه كبيره بتاعته لوحده. حلمي ان انا عايز افتح محل لوحدي كبير اسميه محل الأسطى حسن. انا حلمي ان انا ابقى اولادي متعلمين ودكاتره ويبقوا في جامعة وفي كلية وكده. ابن 14 لكن في شغله أجدعها من أي أسطى. أحلامه على قده وراضي بعيشته والضحكة ما بتفرقش وشه. شيماء يونس لبرنامج وماذا بعد. طفل بس نموذج حلو جدا، عنده أحلام وعنده طموح. طبعا أنا على طول همي الأول بيروح مدرسة ما بيروحش، هيتعلم مش هيتعلم، لأن ما ينفعش شغل من غير تعليم، يعني التعليم أولا.